5 حقائق قاسية ستغير طريقة تفكيرك كمبرمج. إذا كنت مبرمجاً أو تتعلم البرمجة، فهذه الدروس ال5 قد توفر عليك السنوات من الأخطاء والتجارب المؤلمة. أولاً، لوجز أهم من الكود نفسه. عندما يحدث خطأ في الإنتاج، لن يفيدك ما تعتقد أنه حدث، بل ما حدث فعلاً. تسجيل المدخلات والمخرجات والأخطاء مع سياق واضح يمكن أن يوفر ساعات طويلة من البحث عن المشكلة. ثانياً، المستخدمون سيكسرون كل شيء لم تختبره. قد تختبر الكود عشرات المرات ويعمل بشكل مثالي، لكن المستخدم سيجد الحالة الوحيدة التي لم تفكر فيها: رموز غريبة، مدخلات فارغة، أرقام سالبة، أو ضغط زر الإرسال عشرات المرات. ثالثاً، الدين التقني ليس خطيئة دائماً. أحياناً السرعة أهم من الكمال. يمكن استخدام حلول سريعة للتحقق من فكرة أو ميزة جديدة، ثم تحسين الكود لاحقاً إذا أثبتت الفكرة نجاحها. رابعاً، تسمية الأشياء أصعب مما تتخيل. أسماء المتغيرات والدوال الجيدة توفر ساعات من الفهم لاحقاً. الاسم السيء قد يجعل قراءة الكود كابوساً حتى لك أنت بعد عدة أشهر. خامساً، ما يعمل على جهازك لا يعني أنه سيعمل في الإنتاج. بيئة الإنتاج مختلفة تماماً. آلاف المستخدمين، قواعد بيانات ضخمة، وتأخر في الشبكة. لذلك يجب الاختبار في بيئات قريبة من الإنتاج، مثل ستيجنج أو باستخدام دوكر. الخلاصة: البرمجة في الواقع ليست فقط خوارزميات وكود نظيف، بل فهم لكيفية عمل الأنظمة في العالم الحقيقي.